العالم طول عمره بيعتمد على وسيط عشان يضمن فلوسه، بنك، حكومة ولا محامي. النهاردة والأول مرة في التاريخ البشرية لقت الوسيط اللي ما بيغلطش وبيخونش. البيتكوين مش مجرد عملة، ده بروتوكول ثقة عالمي عابر للحدود. تخيل بنك ملوش مدير، ومخزن قيمة ملوش مكان، وعملة مفيش حكومة تقدر تطبع منها ورقة زيادة. احنا مش بنتكلم عن تكنولوجيا، احنا بنتكلم عن انقلاب نقدي بيسحب البساط من تحت البنوك المركزية اللي سيطرت على العالم لقرون. خليني أفهمك الدسامة اللي خلت البيتكوين يكسر حاجز $100,000. التجربة الواقعية بتقول إن في سنة 2024 و 2025 أكبر شركات إدارة الأموال في العالم زي بلاك روك أطلقوا صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. يعني إيه ببساطة؟ يعني المال المؤسسي اللي كان بيخاف من الكريبتو بقى النهاردة بيشتري آلاف الحبات يوميا كأصل احتياطي. البيتكوين ما بقاش لعب الشباب في غرفهم، ده بقى الذهب الرقمي بيتحط في محافظ المعاشات وصناديق السيادة للدول عشان يحميهم من انخفاض القوة الشرائية للدولار. بننصحك تفهم إن البيتكوين هو قارب نجاة مش مركب نزهة. ببساطة لو معاك 100 قرش حط منهم من 1 ل5 قروش بس في البيتكوين. ليه؟ عشان لو طار للسما انت كسبت جدا، ولو لا قدر الله حصل انهيار حياتك مش هتقف. انت بتشتري تأمين ضد نظام مالي قديم مديون ب34 تريليون دولار ومستمر في طباعة الورق. المعلومة التقيلة إن الفيدرالي الأمريكي يقدر يطبع دولارات زي ما هو عايز، لكن كود البيتكوين محدد 21 مليون حبة بس، لا تزيد ولا تنقص. فأزمة الديون السيادية في سنة 2025 و 2026 البيتكوين بدأ يتصرف كذهب رقمي. لما العملات المحلية بتنهار الناس بتهرب لكود برمجي مشفر مستحيل تزويره أو مصادرته. انت ما بتشتريش عملة، انت بتشتري حصة في نظام مالي موازي بيشتغل بالكهرباء والرياضيات. الشركات الكبيرة بتتعامل مع البيتكوين كتأمين ضد التضخم النقدي. لكن احذر، التقلب في الكريبتو ممكن يمحي محفظتك في ثواني لو داخل بعقلية القمار. القاعدة الذهبية بتقول لا تستثمر ما لم تتحمل خسارته، والبيتكوين مكانه في محفظتك هو أصل عالي المخاطر، هدفه حمايتك من جنون مطابع الأموال الحكومية. وسؤالي ليك النهاردة، هتفضل تراهن على مطبعة الورق ولا هتحجز مكانك في إطار البرمجة اللي ما بيوقفش؟ أنا مصطفى شحاتة ودي دقيقة من قلب الثورة الرقمية.